جدعان مراسل سوريا مباشر، كنت معنا من إدلب، شكرا. وفي ريف حمص قامت قوات النظام بقصف عنيف بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون على مدينة الرستن وعلى بلدة دير المولى وقلعة الحصن، وارتكبت عدة مجازر في تلك المناطق. ولمزيد من المعلومات ينضم إلينا من حمص الناشط الإعلامي خالد الحصني. أخي خالد، السلام عليكم. نعم أخي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أخي خالد، ضعنا في صورة آخر الأوضاع الميدانية في حمص وريفها عندك اليوم. نعم أخي الكريم، 520 يوما ولا تزال الحملة العسكرية الشرسة التي يشنها جيش النظام على محافظة حمص وريفها مستمرة ومدعومة بالشبيحة ومرتزقة من لبنان وإيران والعراق. اليوم ارتقى 4 شهداء وهناك إصابات متعددة جراء القصف، حيث تم قصف كل من أحياء حمص المحاصرة. القصف طال حي باب هود والحميدي وسوق الخضرة والرستن والتلبيسة وأيضا قلعة الحصن. أخي، تجدد القصف العشوائي على حمص القديمة، على أحياء حمص القديمة بالهاون والدبابات، وبالتزامن مع تمشيط بالرشاشات الثقيلة والقناصات على يد قوات جيش النظام المتمركزة في الكلية الحربية وقلعة حمص الأثرية والأحياء الموالية للنظام، مما أدى إلى مزيد من الدمار وسط الأزمة الإنسانية الكبيرة للأهالي المحاصرين، حيث يفتقدون إلى أدنى مقومات الحياة. أخي، أيضا ففي قلعة الحصن المحاصرة بالريف الغربي المحاصرة منذ أكثر من سنة ونصف، حيث تعاني حصارا خانقا جدا ونقص كبير بالمواد الغذائية والأدوية والأجهزة الطبية، أيضا مع الانقطاع التام للكهرباء والمياه منذ أكثر من سنة، وذلك بسبب استهداف الشبيحة في وادي النصارى لخزانات الوقود المولدة لمحطة الكهرباء. أخي، القصف مستمر على المدينة يوميا، مع أيضا هناك نقص كبير بمادة الطحين والسكر والخبز. أخي، الأهالي لم يروا مادة الخبز منذ أكثر من 9 أشهر بسبب منع قوات النظام والحواجز من دخولها إلى المدينة. القصف يومي ومستمر على المدينة، ومنذ قليل كان أيضا القصف على قلعة الحصن. اليوم عند العصر استشهد الحاج محمد حسن الصيف جراء القصف وهو في منزله. أخي، القصف يطال المدينة برجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة من الحواجز المحيطة أيضا ومن القرى الموالية للنظام على العلوية والمسيحية. أخي، هناك دمار كبير في المنازل واحتراق أعداد كبيرة منها. أخي، ننوه بأن منذ أيام حدثت مجزرة كبيرة بحق عائلة كاملة من آل الرجب في قرية وادي المولى. هذه القرية في ريف تلكلف الواقع بين قلعة الحصن وتلكلف. عدد الشهداء وصل إلى الآن إلى 36 شهيد، بينهم